تعمل اجتماع بين الإدارة الجهوية للصحة المدنيين وممثلين المنظمات الإنسانية للنظر في وضعية المهاجرين المتواجدين في ولاية مدنين. الدكتور سامي مرزوق المدير الجهوي للصحة المدنيين صار في الاجتماع هذا اللي صار أمس. عقدت الإدارة الجهوية للصحة بمدنين جلسة عمل مع ممثلين المنظمات الإنسانية المتواجدة والناشطة بولاية مدنين. خصص هذا اللقاء للتدارس والنظر في الوضعية الصحية للمهاجرين المتواجدين بالولاية، وتم التطرق للنقاط التالية: الاستفادة لخدمات مراكز الصحة الأساسية العلاجية والوقائية، خاصة تطعيم الأطفال، التكفل بالأمراض المزمنة والسارية، ومتابعة الحالة الصحية للنساء الحوامل، وكذلك الاستفادة من خدمات الصحية بأقسام الاستعجالي والأقسام الاستشفائية بالمستشفيات العمومية بمختلف معتمديات مدنين. وتم التطرق لتنظيم عيادات علاجية ووقائية تؤمنها الإدارة الجهوية للصحة بمدنين لفائدة المهاجرين بمقر تواجدهم للنظر في حالتهم الصحية وظروف الإقامة على مستوى حفظ الصحة.